بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. خوش كبرات عزيز أجل بسيارك هل بيخين وبيجين ما هو سبب تداعي الأمم ما هو سبب تداعي هذه الأمم الكافرة على أمة الإسلام؟ يعني تش سبب هي أو تش أجر ودولة الكافرة خر بين السر سفرة بصرمانا وش خير وخيرات تبخن وعزتها و بنبي بكن. يجد الرد واضحا في قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سورة شورى آية 6. نين مصيبتك بيت السريبة؟ هل مصيبتك بتن سبب أعمال تويا بما كسبت أيديكم بسبب أعمالكم القذرة القبيحة. أفكار كريارة ميت كريت أفسخ فجورا هني وكفرا هني نابقندو باجيرت بسرمانا ده أفي سرو بري وحاشا ريساتيا جنك أبركا مشكلة عام. مصيبتك قالك يا مزنا ويعفو عن كثير. قالك تشتاج خد تعالى عم تعافي كريم سبب ويه خرابيا ما وكي بيجين خد تعالى بيجين همام إهمال كتن حساب الجلمنا كتن. قال ابن كثير: أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو من سيئات تقدمت لكم. يعني هر قلنا هكو خلاتك هبتن أنا هر مصيبة كابيت السريمة جوان قلناه خرابيا ما أبيت ما بيشكيش كريد. ويعفو عن كثير أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. قالك جوان قلنا يتاني خذي تعالى ما سزانادة جزاينادة انت برمى بلكم ما عفيت كتن ايش كرم وفضل خذي تعالى. إذا خذي تعالى بيجتمع أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. سورة آل عمران آية الصاد وشيستو بيني. هنا مصيبتك بتسريبة دقاتي وصدقاتي بتن فبش كيف هاتية بما كسبت أيديكم قل هو من عند أنفسكم مش نفسته بيداوية. بجاء ذلة وهوانا وشرم الزاري وريرشاء كأمة إسلام تيدا مصيبة مظن دور بارت ما كامل جرتين مصدر رئيسي وأساسي الذنوب والمخالفات. هر قلناها كابتن هر بأمريكا خدي في غنبري بتن صلى الله عليه وسلم بش الرازبة أمد كاتنتي ده واللي فتشونا دنياي وشهوات خوشية دنياي والمكرية كما بش تاخدايا ديني خويا عزيز لو ما أم ذليل بوينه. إيكش عالمة ما الداعية المصري قلتي رجعك رجاء أسيل مطاركي قلتي بسرمانك يا زيتن قلتي الشيخ باشا بوشي خذي تعالى داعية ما قبيلا كتن بوشي فلسطين نيا آزادة بوشي جي تعدايل بسرمانة كتن الويري وبيجي رتشو معناه خذت قلمانينا معناه أمنت باشي معناه نبت صافينا يان داعية ما قبلنينا. شيخي قلت من بسيارك شكل قلت أستب خذت دمسيني تأبرو كان بيجي أخويا أسبيدي كريا أنا تنبيجي أسبيدي بجماعة كريا أنا كي شاتا وقتي شتا كلية جامعة مدرسة درسوك البرهية أنا أو كلية شتي اختلاط وتكلية أنا جلكيوية شرعية أنا وقتي قم واقوتي قلت أبي هني أمام مضبي وسري خشور كر بجا تشتكي بسيطة لنا شان كيشك أبرو شمالة مدرت كيفن وبيدرسوك والله همينة مصيبته. شانش ما حرام يدخل ودبيج دماني خلك هم يدخل راتبي حرام بتن بازاري حرام بتن حيلة وتشقلة والربا وحاشا قمار ورشوة بتن خلك هم يوتكن. لجارك زفرنا حديث عبد الله كري عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لجارك دي بما انتبه كابوش يا أم بسرمان كتنة مذلتي وشرم زارية ده بقول بيغمبر خديبو صلى الله عليه وسلم عبد الله يكون عمر يتبجتن
يقول تقوتي إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. إذا تبايعتم بالعينة نوعك ربا، والعينة نوع من أنواع الربا، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا، قال خدان إيمانا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أف ربا هين نتكن بيلن دستاج بردن دست خوجي بشون هكا فعلا هين باور دالبن، فإن لم تفعلوا هكا هين ونكن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنا خديو پیغمبری إعلان حربيات قلبه. الله أكبر. لكاب سيار بك چند دولة بسرمان أمريكا تجيبوا نش الربا، چند قندو باجرت ما، چند مال مهنة تجي الربا لا، يعني ناس شخصا كده شريتك خدي تعالى شريتك كده. أمزبرنا حديثي: إذا تبايعتم بالعينة، العينة تبارب دي ايكي بالمقابل بيجيب دين مثلا، حتى فلان روجي تنيني أن هكتينا صد تجارة عراقية تجيبوا من صد ودها إيني أبده مليون بتا اشتصالك قريب 12 مليون إيني. إذا هميت بتبيع العينة ربا كسور وسور بحرامة كمترين جريمة وتوانو قلناها الربا حاشا إنسان حاشا فاحشة وزنا. قال يعني مروبك أخويا الله بكتن محرمك أخو بكتن حفتي جارة عياذا بالله. إذا تبايعتم بالعينة كوا الربا خار وأخذتم أذناب البقر الديف كورية تشيلا كتن مقصد به وتجارة وزراعة وفلاحي كر ورضيتم بالزرع رازبون بفلاحته وتركتم الجهاد والجهاد هيلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر. چند منزله خدای تعالی دی ذلته که سر و مسلط کتن شرمزاریه که ریرشیه که شکاندنه که حتى جاره قد هند زبرنا ديني خويا عزيز. طبعا الحديثاني سبب وروده عندك صحابيه قلت ماني خلاص بسرمانتي بربلا بي مكه يا بسرمانه يا مدينه بسرمانه يا كافرنا ما شكستن ان رابين قلت عندي بخ تجارتك بس فلان كزنجين بي فلان كزنجين بي فلان كزنجين بي اواج قصه تجارتي فلاحيه كن پیغمبري صلى الله عليه وسلم في حديثينا يعني ام بسرمان نيت هاتينا هندي بو اباكرنا مثلا عماره نكو بسرمانتي خوشي نبيتن بس ياش همي مصدر يا بسرماني بلا فكرنا شريعتي خدي وديني خدي ابا اسلامتي بيت شمال عبادتي خدي بكين اسلامني شا غيري خبدين پیغمبري خدي في حديثه قلتي. اذن فهذا اعلام من الله لامه فشى فيها الربا. وقت خدي تعالى الشر خدي پیغمبري الشر قال وان كصحابه ابي ربا يدخل ابي خلاص اعلام بالحرب. نعم حرب هذا جزاء الربا وحده، يعني إعلام حربي خدي تعالى وبيغمبري تقول وان كسايا بيت الربا خور تعاملت تقول الربا يتكن دولات بتن عشير بتن قند بتن باجر بتن شخص بتن ولا. فما بالكم إذا ضم إليها انتشار الزنا والتبرج والمخدرات مخدرات ودشت بجاكت قال الربا حاشا الزنا تبرج سفوري خرابي كانت نابك ده مخدرات وفخرنا عرقي تشد بيجيبوا دولتك كو بيجتن شينا خالك مثلا مسؤولة بيجينا خالك مثلا عراقي خارج بنتنها ما عند البير عراقي تشيكين ده ما او فايده جيبوا ما بتن وبحسابها كيد نابو سلمانه ودولتها ابو سلمانه نقد ليخو. وما بالكم اذا ضم اليه بانواع الفجور والمعاصي، يعني نوعت قلناها تبكيت ديال الربا بأمر خدي تعالى والتملص من الشريعة وأحكامها والطعن في ثوابتها بالليل والنهار. خلقي الشريعة خدي تجرد بكي خالي بكي يعني هما الإسلام بمينة طقوسك عادي
هما دور ركعات نبيجت خو بك هما زكاة خو بدي ما ياخذ تشتي نكي تشولا بكسنينة تشولا بخوهية ما ياخذ عيال خناكي جنكا خناكي جيران خناكي برا خناكي تشولا بخلكينينا بلا حرامي بخوتن تو حرامي بخوي تشولا بينينا يعني إسلامك سربة يا أمريكا بيرازي بتن نال بتني شابوروش الديوان العرداد طعنج الإسلامية ثوابت الديني أف قرآن وأف آياته وأف حديث البيغمبري صلى الله عليه وسلم أف حكم الشرعي مصيبتك جلك مازنا إذا دشليتن أبديت السلامة أو أبرك أمد بيني أو أبرك أمد بيني شرب بعالم خازن أو مسار فراس كتن وملديني ما بزفر نيوتن وبدرستهاي أم تقوى يبكين وممكن مجاهد درست أزمان أخو بدست أخو قوة أخو فكروا بيرو بوارد خو آمين خذ خيرها ما زنكتن والحمد لله رب العالمين.